كلان جزائري يدمر سلسلة 68 في حروب دوري القبائل. لايك وفولو ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعت لكم فيديو جديد على قناتي فريد كلاش، فيديو عن لعبة كلاش اوف كلانز. وهذا الفيديو عبارة عن تدمير سلسلة كلان ألماني، تدمير سلسلة 68 لكلان ألماني. لحظة تاريخية قبل نهاية الحرب، 18 دقيقة قبل نهاية الحرب، مسح خريطة مقابل 89. شوف تدمير سلسلة 68. هذا كلان ألماني من تقريب سنة، عام الحروب ولو بدون هزيمة. اليوم الكلان الجزائري مسح الخريطة، باقي هزمتين للكلان. راح رقم 25 يهجم، إذا مسح رقم 7 راح يكون التعادل. راح نشاهد الهجمة معكم في آخر الدقائق. يستعمل ملكة، شوف العربة جاب بها وسط وخرج بها الدعم. الملكة راح تقتل غوالم الثلجي. هذه الفرصة الأخيرة، إذا مسح راح يكون التعادل، اللي كان ما يمسحش راح تكون الهزيمة الأولى منذ سنة. نشوف وياكم الهجمة. يستعمل ملكة ماشي مع الجندي الجليد محاربة الأدغال. شوف الملكة راح يجيب بها نصف التصميم. يطلق الجندي الجديد على البطلة والمنجنيق. شكل الهجمة فيها مسح، 17 مشاهدة، 7 للخصم و10 للكلان الجزائري كلاننا. إذا مسح راح يكون التعادل. شوف كل الجيش راح على تصاون، يعطي خاصية الآمر. باقي معه غضب وتجميد واختفاء. شوف الملكة جابت نصف التصميم. شكل الهجمة مسح. شوف خاصية الملك الجديد، قبضة الفولاذية. والله شكل الهجمة يا شباب شكلها مسح. إذا مسح راح تكون مسح خريطة مقابل مسح خريطة، والسلسلة باي باي. ما زالت الملكة الخاصية والبطلة. الملكة متجهة نحو المنجنيق وملكة الخصم. نقول ألف مبروك، باينة بلي راح يمسح. ينزل بقية الجيش حتى للتنظيف، بايك فيه الوقت. يعطي خاصية الملكة، والملكة تجيب المنجنيق وتجيب ملكتنا. مسح مقابل مسح. صارت الخريطة 90 مقابل 90. كفو مسح. 3 دقائق على النهاية، انتهت الحرب. التعادل، مسح مقابل مسح خريطة. راح نستعرضكم. شوف صارت سلسلة الخصم 0، تعادل مقابل تعادل. نستعرضك وياكم الهجمة. هجمة الأرندس الأولى، هجمة فالكيري ومحاربة أدغال. ينزل العربة على اليمين مع واحد للتنظيف وفالكيري ومحاربة. شوف يدخل بالجيش مباشرة، الفالكيري والجيش كله ينظف الجوانب ويدخل مباشرة للوسط. محاربة الأدغال تدمر الجدار حتى الجيش يدخل للوسط، يعطي تجميد. في تعويضات زعطيت والباقي تجميد. شوف تجميد ورا تجميد. راح يعطي خاصية الآمر.
لما يوصل الجيش للتان. شوف قبل ما يوصل، شوف الملك بالقبضة الفولاذية دمر التان. ينزل تعويذات أخرى ناحية الملك حتى الدفاعات ما تضرب على الجيش. الملكة راح تجيب ملكة الخصم، ينزل تعويذة على الملكة، نقولوا مسح رائع. هاجمت الكلان الجزائري هجمات حلوة. هذا الكلان عودنا على كل مسح سلاسل كبيرة 16 و17، وهذه الأخيرة 68. نروح على الهجمة الثانية. نستعرضكم الهجمة الثانية. هذه هجمة لافا محرقة. شوف ينزل الجيش على اليمين، حط لافا 2 انطاد والباقي هيلر. نزل الجيش كله على الطرف اليسار، راح ينزل العربة. شوف تصميم ماكس، حتى الجدار تقريبا كله ماكس. نزل العربة وصيادة. شوف خاصية الملك، خاصية الأمير عفوا، في مكان رائع في الوسط. ينزل العربة تجميد 2 استنساخ غضب وراء تجميد، عفوا وراء استيفاء. المسح صار مضمون. شوف وين راح التصميم، طار. يا الله هجمة حلوة، كفو. شوف الدعم، حتى الدعم الغوال مثل الجمامات. ملك راح هنا باقي ملك الخصم ودفاعات صغيرة. بيبي دراغون جاب الدعم. كفو كينج سنو. نلتقي للهجمة الأخيرة في هذا الفيديو. هجمة الخصم هجمة رائعة تستحق المشاهدة. شوف نزل الملكة للتنظيف. شوف الملكة تصميم قوي. ينزل 2 بالون وينزل الهيلر على الملكة. شوف الملكة نظف بها الجهة. 2 بالون أخرى. خطة العربة ناحية البيت تجميد غضب. طارت تان. باي تان. يحط تجميد على صيدة الأبطال إنه راح يطير الملكة. شوف هجمة تخطى حدود الاحتراف هذا اللاعب. الملكة الماشية واللافا وبالون. ينزل مفجر سوري يفتح على الملكة، تروح ناحية المنجنيق. بيبي دراغون للتنظيف. تصميم في الوسط قوي. ينزل غضب على الملكة ويبدأ في تنزيل اللافا والبالون. ينزل يعطي خاصية الملك. شوف الملكة جبت الجهة على اليمين تقريبا المنجنيق، وراح تجيب التيسيلة وبرج النار المتعدي تعطي خاصية الأمير في مكان سليم. حط الجيش في الوسط عن ناحية المدفعية السريع.
تجميد فريز. باي باي التصميم. هجمة أسطورية للاعب المحترف تيب بي. باي باي. مسح التصميم بكل سهولة مع توفير السم وتوفير بالونات كثيرة. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.